بصوا يا جماعة، البوست ده كده بيقول ايه؟ تقول لك ما اعرفش طلق الولادة عامل ازاي، بس الناس بتقول اليوم ده اصعب منه. هو ايه اليوم ده يا جماعة؟ الصورة اللي معانا معبرة على يوم الحصاد. طب تعالوا نشوف الناس بتقول ايه. متنسوش انتوا كمان تعلقوا لنا وتقولوا لنا ايه رأيكم. واحد بيقول ايه: ليه حضرتك مش متجوزة؟ اكيد عارفة طلق الولادة، بلاش افورة. طب انتوا رايكم ايه، هي بتافور ولا لا؟ ده بوست اللي نشراه واحدة ست. واحد تاني التعليق بيقول: والناس ما كد عفوا. واحد تاني بيقول: والناس ما كدبتش فعلا، كنت بقفل تليفوني لحد ما يجوا ياخدوني من الشقة. يعني بيقفل تليفونه ويستخبى في شقته لغاية اما اهله يجوا ياخدوه عشان خاطر يروحوا الارض. طيب واحد تاني بيقولك ايه: وبعد ما تخلصوا محصول ويطلع كتير كأنك جبتي توأم ولدين مع بعض. يا نهار ابيض! ايوه بقى، عشان خاطر الدنيا هتزهزه اول ما المحصول يبقى كتير ويبيعوا كتير، اكنها جابت ولدين توأم، فالفرحه تبقى ايه؟ تبقى جميله جدا. واحد تاني بيقولك ايه: هما شويه شوك وتراب الاول وبعدين هتتعود، وبعد ما تاخد دش بتنسى كل حاجه. ايوه، اول ما هتاخد الدش هتنسى التعب بقى، وهيتبقى معاك الفلوس يا عم، هتزهزه يابا. واحد تاني بيقول لك ايه: خلصت خلصت من هنا خلصت من هنا وكأنك أخدت شهادة الجيش. يعني أول ما تخلص المحصول وتحصد أكنك أخدت شهادة الجيش. على فكرة الجماعة الفلاحين بيتعبوا جدا جدا، أنا ما جربتش بصراحة. يا ريت لو حد جرب يقول لنا في التعليقات. واحد تاني بيقول لك إيه: عادي خالص، أنا شغال من شهر في الحصاد. يلا يا عم، ربنا يوفقك ويعينك. ادعوا له يا جماعة في التعليقات، واعملوا لنا اشتراك في القناة، عاوزين نوصل لألف مشترك عشان خاطر نفعل القناة. واحد تاني بيقول لك ايه: يوم ما يعلم به إلا ربنا، وبيضحك. واحد تاني بيقول لك: ده يوم لا يضاهيه يوم. هو بصراحة بيبقى يوم تعب شكلهم كده يعني منين. يعني الناس كلها بتشتكي منه. واحد تاني بيقول لك ايه: العاشر النهارده كانت أنيل. يعني ايه؟ مش فاهم. العاشر النهارده كانت انيل يعني في الحر يعني؟ كان الجو حر على فكره جدا في مصر يا جماعه، الجو حر جدا. حتى بيقول لك ايه: ويا سلام لو معاك عثمان ابو عبد الباسط، بيبقى اصعب والا ولا ايه؟ وممنشن لعمر عبد الباسط، ممنشن يعني ايه؟ لصاحبه. واحد تاني بيقول لك ايه: شعوطة قسما بالله. يعني فعلا الجو بيبقى شمس وتعب. او واحد تاني اهو، بص بقى جاي بقى. بيقول لك فعلا صعب جدا جدا، كل حاجة فيه صعبة، الجو حار جدا، التراب في كل مكان، العرق يتصبب من كل مكان، جروح وخرابيش، وجع، وايدي ورجلي غزغزة مؤلمة في كل مكان، المشي على الأرض غير مستوية، حمل تقيل أثناء الدرس وبعده للقمح، ده غير التبن، إلخ إلخ إلخ. ومصور نفسه اهوت وجايب. يا ربنا معاكم يا جماعة، يا ربنا معاكم والله. واحد يقول لك ايه: مش عارف اجيبها لك ازاي، بس ده كان بيبقى اجمل يوم في السنة. دي واحدة ست كمان بتقولك: مش عارف اجيبها لك ازاي، بس ده كان بيبقى اجمل يوم في السنة، طبعا عشان خاطر لم المحصول وكده. واحد بيقولك ايه: حصل فعلا. تعليق معانا كمان بيقولك: الحمد لله الذي عافانا، مش زارعين السنة دي. ايه ده يا عم؟ السنة دي ما زرعت. واحد بيقولك ايه: طب طلق الولادة بعده دفع فلوس، انما يوم الحصاد بتاخدي فلوس. اوبا، هي دي التعليقات يا جماعة. فعلا طلق الولادة بعده دفع فلوس، هتدفع بقى، انما يوم الحصاد بتاخدي فلوس. واحد بيقول لك ايه: حصل، انتم عندكم طلق الولادة واحنا عندنا ده. يعني ايه بقى؟ مش عارف. لو حد فهم التعليق ده يا جماعة يكتب لي في الكومنتات. واحد بيقول لك ايه: الكوبي رايت على وصول اهو. واحد تاني بيقول لك ايه: جربي واتجوزي احسن